حنا كجمعيه كنقوموا بالمواكبه ديال النساء حاملات المشاريع، وكنشتغلوا مع واحد الفئه من الشعب على اساس اننا نواكبوهم عن طريق التكوين في ميادين معينه، مثلا طبخ الحلويات اللي حضرنا الامتحان الاخير مع اللي عندنا شراكه مع التعاون الوطني على اساس انهم ياخذوا الدبلوم في يا اما في الطبخ يا اما في الحلويات. بالنسبه للتكوين، التكوين استمر منذ شهر اكتوبر الى حدود اواخر شهر يونيو. حنا هذا العام هذا كان عندنا اكثر من 25 مستفيده في هذه الشعبه، ولكن يلاه 20 امراه اللي كانت باغا تستافد من الدبلوم. في اخر المطاف عندنا 19 امراه اللي استفدت، لان المراه اللي كانت غائبه كانت عندها ظروف خاصه. الهدف الاساسي اننا نواكبوهم باش ياخذوا هذا الدبلوم بعدا، ومن بعد نديروا لهم المواكبه على اساس انهم يخلقوا مشاريع مدره للدخل من اجل التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، لان التمكين الاقتصادي كيخول لهم انهم كيولي عندهم واحد المكانه في المجتمع، وكتسمح لهم انهم ياخذوا قرار ماشي كيعتمدوا على الاخرين من اجل اتخاذ القرار. حنا في هذا المركز هذا السنه هذه عندنا جوج ديال التخصصات، عندنا الفصاله والخياطه وعندنا الطبخ والحلويات. الفصاله والخياطه البارح اللي داروا الامتحان ديالهم، استمر الامتحان مده يوم، كان عندهم امتحان نظري وامتحان تطبيقي. بالنسبه للطبخ والحلويات ما عندهم النظري وعندهم التطبيقي، داكشي باش دار الامتحان في يومين. ولكن اون باراليل عندنا تكوين اخرى اللي كيستافدوا منها النساء. مثلا عندنا التربيه الماليه، عندنا كيفيه خلق مقاوله، عندنا ما هو التسيير الاداري والمالي، عندنا حتى الماركتينغ ديجيتال، الرقمنه، لان النساء الاغلبيه ديال النساء كيستعملوا اليوتيوب. حنا كنحاولوا اننا نوريهم بان كاين لي ريزو سوسيو اخرين اللي ممكن انهم يروجوا ويبيعوا المنتوج ديالهم، نوطامون كاين انستغرام، كاين فيسبوك باش يعرفوا بالمنتوجات ديالهم. استفاده لان حنا يلاه المركز بدا الاشتغال. هذه هي العام اللي فات ما بديناش بكري، لان ما كانش عندنا المركز مؤهل، ما كانوش عندنا مثلا في الخياطه والفصاله ما كانوش عندنا الالات ديال الخياطه. كان عندنا الورشه ديال الطبخ والحلويات مجهزه. الاقبال علاش ما كاينش؟ لان كيف قلت بان هذه المنطقه هذه جوج النساء في وضعيه هشه، بالنسبه لهم داك اللي كنطلبوا منهم كمساهمه كتجيهم شويه غاليه. 200 درهم كيجيهم ثمن طالع. كنحاولوا اننا نلقاو طرق باش نقصوا من هذه المساهمه هذه. عندنا التمويل ديال التنميه البشريه، غادي نحاولوا اننا نشوفوا نديروا اعاده نظر في هذه المساهمه هذه باش نخليو الاقبال كثير ديال النساء. وكاين حتى غادي نديروا عاوتاني في السيت ديال الموقع الالكتروني ديال الجمعيه، نديروا على اساس ان الجمعيه كتسير واحد المركز وكتقوم مثلا بهذه الانشطه هذه على اساس انها تواكب النساء. لحد الساعه باقي ما درناش اشهار، باقي ما درناش ترويج لاشنو كدير الجمعيه في هذا السونتر هذا العام هذا. غادي نحاولوا اننا نستعملوا حتى حنا لي ريزو سوسيو على اساس اننا نبيعوا الخدمات اللي كيقدمها السونتر، ونتمناو ان هذا العام هذا يكون الاقبال اكثر. وغادي نديروا حتى بالنسبه للتكوين اللي غادي يكون فيه واحد التخصص معين، مثلا المنتوجات المجاليه، غادي نحاولوا اننا نكون النساء على اساس انهم يبداو يصاوبوا الزيوت ديالهم، يصاوبوا الصابون، يصاوبوا لي شامبوان. الاغلبيه الساحقه ولاو كيستعملوا ما هو طبيعي. نحاولوا اننا نديروا لهم تكوين باش يتخصصوا في هذه المنتوجات المجاليه، ونشوفوا في نفس الوقت الاعمال اليدويه. الاعمال اليدويه عاوتاني كاين واحد غوتور الاعمال اليدويه، نوطامون الكروشي، نوطامون القطبان،
الطرز باليد. غادي نحاولوا اننا نديروا واحد الورشه اللي غادي يتعلموا فيها النساء هذه الاعمال اليدويه، باش نحاولوا عاوتاني نديروا شي مستجدات، نخليو ما نبقاوش دائما كنصبوا غير في جوج ديال المجالات، الطبخ والحلويات والفصاله والخياطه. نحاولوا اننا نعددوا شويه من التكاوين اللي كتكون شويه سبيسياليزي. بالنسبه للمساهمه شهريه، ولكن لا ماتيغ بروميير كتشرى من هذيك المساهمه اللي كنتكلفوا بشراء ديال المواد اللي كيستعملوها لا في الحلويات ولا في الطبخ. والاغلبيه الساحقه كتلقى الجمعيه هي اللي كتساهم بواحد الجزء كبير، لان ذاك المساهمه ما كتغطيش التكاليف كامله. بالنسبه للاعمال اليدويه، كاين كيف قلت دابا حاليا النساء ولاو كيرجعوا كيصوبوا لي ساك، كيصوبوا الحقائب ديال اليدين بالكروشي. كاين واحد الطرز معين بداو كيتعلموا ليه، واخا كيشد اليد. كاين لي زاماتور اللي كنقولوا حنا دي زاماتور ديال مثلا ما هو مصوب باليد، وخصنا هذا لو سافوار فير هذا خصو ما ينقرضش، خص تكون واحد الاستمراريه. عن طريق هذه التكوين غادي نخليو ان هاد الاعمال اليدويه تستمر، لانه مهم جدا ان داك التراث ديالنا ودوك حتى الضربيه المغربيه راه بدات كتغير. راه ولاو مثلا النساء كيدخلوا البينترست باش كيولوا كيبدعوا حتى داك الاشكال اللي كيديروا مثلا ديال الطرس اللي كيصاوبوا بها الزرابي وما الى ذلك. الفئه المستهدفه ماشي فقط النساء والفتيات، حيت الفتيات اللي انقطعوا الدراسه خصهم يتعلموا صناعه، لان راه الا ما كانش انا كنهضر على صفتي امراه وكنائبه رئيسه الجمعيه. راه التمكين الاقتصادي عنده دور كبير في بناء الشخصيه ديال المراه، هي الطفله هي الفتاه المنقطعه عن الدراسه ولا ربة البيت. لان ملي كيكون عندك واحد الدخل معين كتفرض الراي ديالك داخل البيت، كيخلي عندك واحد المكانه معينه حتى في المجتمع، لان كتولي كتبني المجتمع، كتولي كتساهم في التكاليف اللي غادي وكتزاد. لان النساء الوضعيه هشه كتلقى بان الدخل ديال العائله راه محدود جدا. اذا باش تحاول انها يعيشوا في واحد نقولوا واحد المستوى لائق، خص يكون واحد الدخل معين. هذا الدخل هذا ملي غتجيبو ولا ما عندهاش صناعه، مناش غتجيب هذا الدخل؟ خصها تعلم واحد الصنعه اللي غادي تولي هي مديره للدخل. لا، حنا العكس، حنا عندنا المواكبه ما بعد الدبلوم. لان شنو هو الهدف حنا اللي كجمعيه؟ حنا كنديروا لا بروموسيون دو لونتربرونيا فيمينا او نيفو دي غران كازا، وعندنا كهدف ان ديك النسبه ديال النساء اللي خالقين المقاولات اللي هي كتمحور ما بين 12 و 18% اننا نوصلوها ل 31% ولا نوصلوها ل 41%. الاغلبيه الساحقه ديال النساء كتلقاهم خدامين في القطاع غير المهيكل. حنا كنحاولوا اننا نواكبوهم على اساس انهم يديروا واحد يا اما تعاونيه يخدموا واحد المجموعه ديال النساء، يا اما مقاوله ذاتيه. المهم يكون عندها واحد الدخل قار، ويكون عندها حتى داك الغطاء ديال الحمايه الاجتماعيه، لانه مهم جدا. راه كيف كنقول للنساء كنقول لهم راه كيوصل واحد السن معين، واحد راه ما كيبقاش يقدر انه يعطي، لان صافي وصل خصو يستافد من واحد التغطيه صحيه اللي كان كيأدي عليها. واذا كانت خدامه في القطاع الغير المهيكل راه ما كتكونش عندها التغطيه الصحيه. حنا كنحاولوا اننا يوليو يفكروا بمنطق الربح، ماشي غير ندخلوا واحد القدر مالي معين ونقولوا راه صافي راه هذا هو النتيجه ديال الخدمه.